السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي برنامجكم سبورت ريبورت تقرير رياضي. أنا كنت بقالي فترة انقطعت عن التقارير نظرا لانشغالي بحاجات كده خاصة. آه، أنا داخل بس أعمل اللايف دوت، وأنا بقالي كتير ما عملتش الفيديو دوت، وأنا بقالي كتير ما عملتش أي فيديوهات علشان الحالة اللي احنا فيها، وعلشان حق أحمد رفعت يرجع إن شاء الله بإذن الله. أنا هوضح بس أنا دخلت ليه. كنت بتابع ابراهيم فايق في البرنامج بتاعه، وهو جايب نادر شوقي اللي احمد رفعت ذكر اسمه في الناس اللي عارفه مين المسؤول عن وفاته او مين اللي مسؤول عن حالته النفسيه اللي حصلت ليه. الله يرحمه. فنادر راجل، طلع راجل محترم، وانا من هنا بشكره. طلع راجل محترم ووضح بعض الامور وابكانا وقطع قلوبنا. بعدها قلبت لقيت هاني حتحوت، الاعلامي هاني حتحوت مستضيف لاعب من المحله كان بيلعب في نادي الزمالك، وبيتكلم عن قصه الاحتراف والاجراءات والبتاع، وكان دخل معاه في مكالمه تليفون المحامي بتاع احمد رفعت. انا بس داخل هنا علشان اوصل الرساله دي للمحامي احمد رفعت، لمحامي احمد رفعت الله يرحمه. وقبل ما اتكلم عن المحامي، بس احنا طبعا عارفين ان احنا كلنا في منظومه زي الزفت، ومنظومه يتقال عليها أسوأ الكلمات وأسوأ الألفاظ، ومستحملين اللي بيحصل دوت غصب عننا علشان الدنيا تمشي وعلشان الدولة تمشي، وعلشان عارفين إن إحنا في ظروف استثنائية والرئيس بيشتغل ومش عايزين نعمل قلق وبتاع، وكل حد عامل حجته البلد، والبلد أصلا ما هياش في دماغه خالص. إحنا عندنا ناس ماسكة جدول الدوري مخليانا أسوأ ناس في الدنيا، وبقينا تاني أسوأ دوري في العالم كله. ودوري مش هينتهي ولا هيخلص، ودوري مودينا في داهيه ومخلي موسم الانتقالات للاعيبتنا ولاعيبه العالم، ولا لعيب في عندنا عارف يحترف، ولا لعيب محترف عندنا عارف يعمل ايه، وشغلانه سودة، شغلانه سودة. والموضوع سهل على فكره، وان شاء الله باذن الله هطلع في فيديو تاني احاول ابقى اديكم حل كده للقصه ديت. الموضوع المهم اللي انا داخل علشانه، المحامي بتاع احمد رفعت، انت راجل هتسال قدام الله عن اللي انت قلته دوت. انت بتقول احمد رفعت ما كانش ومش عارف ايه، وكان مسافر وجيشه وسايب وماشي بعد ما طلع من المنتخب في ليبيريا، او من نادي فيوتشر في ليبيريا، وكان في مهمه مسافر على الامارات وبتاع، وكان لازم ياخد تصريح وياخد ورق وبتاع وحاجات زي كده. ومن ضمن كلامك ان هو رجع علشان الجيش. احمد رفعت توفى وهو عنده 31 سنه، تمام كده. نمنطق الكلام بس علشان حضرتك يا استاذ يا محامي، المفروض برضو قبل ما تتكلم كلام في زي ده تبقى فاهم ان الناس اللي هتسمعك هتبقى فاهمه انت بتقول ايه، وهتبقى عارفه انت بتتكلم ازاي. تمام كده، او بعضهم على الاقل، فهيفهم الناس زي ما انا كده بفضل الله منطقة الكلام وفهمت النقطة ديت، بحاول اوصلها لحضرتك عشان هتسأل امام الله زي ما بقول لحضرتك مرة تانية. احمد رفعت توفى وهو عنده 31 سنة، فمعنى كده ان هو من سنة ونص او من سنتين كان عنده 29 سنة، او 29 سنة ونص. يعني مش معقول هيبقى مطلوب للجيش في الوقت ده، لان اللي بيطلب في الجيش او التجنيد بتاعه بيطلب في سن 19 سنة، 20 سنة، 21 سنة، 23 سنة، 24 سنة، لما يكون يعني واخد مؤهل عالي وسقط سنتين كمان في الدراسة، او سقط 3 سنين كمان في الدراسة. اذا مش منطق خالص ان الراجل جاي من مهمه وطنيه وكان مع منتخب مصر قبلها، وكل ده الجيش ما طلبوش، تمام، فيجيله عرض لنادي الزمالك والنادي في الامارات والنادي الاهلي في مصر، فيرفض النادي الاهلي. وده الكلام اللي طلع قاله، وطلع قال انا لو لعبت مش هلعب غير لنادي الزمالك. فالمهم يضطهد من الساده المسؤولين في النادي، وهو في اتنين طبعا الدنيا كلها عارفاها دلوقتي بدون ذكر اسماء يعني، تمام. ففي اتنين على كلام الدنيا كلها هم اللي قالوا له لا انت يا تلعب هنا يا اما تروح النادي الاهلي يا كده. فالراجل رفض. فالمهم حاول يروح النادي الاماراتي، وظبط الدنيا مع الراجل اللي هو كان رئيس النادي ساعتها. وفي الاخر يلاقي نفسه بيرجع من المطار او بيستدعى علشان موضوع الجيش، وبعد كده بيتحاكم وياخد 6 شهور، والست شهور على كلام حضرتك يترقف بيه وياخد شهرين، ويترقف بيه علشان هو لاعب منتخب مصر، ويرجع يقعد في الإقامة في نادي طلائع الجيش في المكان اللي هناك اللي متظبط يعني لإقامة اللاعبين وللتدريب وللكلام ده كله. ف وفي الآخر يرجعوه تاني في يوتشر مجبر. فانت كده يا استاذنا بتوصل لنا معلومه مغلوطه. دافع عن الجيش زي ما كلنا بندافع عن الجيش، بس مش طلائع الجيش، احنا بندافع عن جيشنا، مش نادي طلائع الجيش. نادي طلائع الجيش ده نادي
بيمارس رياضة كرة القدم زيه زي أي نادي في مصر، ودي حاجة ترفيهية وحاجة تسلية وحاجة بتخلينا كده في حالة نفسية كويسة. فهو مش معنى إن نادي طلائع الجيش ياخد اللعيبة جبر، أو نحطه آه زي كده أداة تخويف للعيبة، إن ما عملتش كده هنوديك الجيش، وإن ما عملتش كده فتدخل تلعب في نادي طلائع الجيش. أما والله هتسأل إن شاء الله بإذن الله عن شهادتك ديت، لأن أنت المفروض أكتر واحد أضرب القانون، وأضرب أكتر واحد عارف يعني إيه وقت التجنيد، وعارف يعني ايه انه هو في سن 29 او 29 سنة المفروض ما يطلبش للجيش وهو رايح يحترف،